بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فمر معنا في الدرس المتقدم الكلام حول تدبير إخوة يوسف المكيدة لأجل إبعاد يوسف عليه الصلاة والسلام عن أبيه. فمنهم من قال اقتلوه، ومنهم من قال اطرحوه أرضا، أي في أرض بعيدة، واتركوه يأكله الذئب أو تأكله السباع أو يأخذه من أخذه، المهم لا يعرف أين هو. وأفضلهم قولا من قال ألقوه في غيابة الجب، أي في البئر. وقلنا الجب هي البئر التي مبنية بالحجارة، هذا هو الجب. وهذا أحسنهم قولا، لأن هناك شر أهون من شر، هناك شر أهون من شر، والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل. واتفقوا على هذا، أن يلقوه في الجب. بقي معهم مرحلة، وهو كيف يخرجوه من أبيه، كيف يخرجوه من أبيه. وجاءوا له سببان، جاءوا له بسببين. السبب الأول أنهم ذكروا له أنهم مشفقون وناصحون ليوسف. والسبب الثاني أنهم يريدوا أن ينفسوا عن يوسف، يذهبوا به إلى البرية لأجل أن يتنزه، ولأجل أن يسعدوه ويدخلوا في قلبه الفرح والسرور. فذكر يعقوب مانعين: الأول أنه لا يستطيع أن يفارقه ولو لمدة يسيرة، والثاني أنه يخاف أن يأكله الذئب وهم عنه غافلون. فردوا على هذين المانعين، ردوا على هذين المانعين. أما على المانع الأول قالوا نحن نريد أن ندخل عليه الفرح والسرور الذي ذكروا السبب الأول. وأما المانع الثاني قالوا لا يمكن أن يأكله الذئب ونحن عصبة. فبعد ذلك أذن لهم في أخذه. قال الله عز وجل: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال أي لما ذهب إخوة يوسف بيوسف بعدما أذن له أبوه وعزموا أن يجعلوه في غيابة الجب كما قال قائلهم السابق ذكره، وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه فنفذوا فيه قدرتهم وألقوه في الجب. ثم إن الله لطف به بأن أوحى إليه، أي إلى يوسف، بأن أوحى إليه وهو بتلك الحال الحرجة الشاقة: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي سيكون منك معاتبة لهم وإخبار عن أمرهم هذا وهم لا يشعرون بذلك. ففيه بشارة له بأنه سينجو مما وقع فيه، وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته على وجه العز والتمكين له في الأرض. أي لما أذن لهم أبوه أن يأخذوه ذهبوا به
ذهبوا بيوسف بعدما أذن أبوه في أخذه، وهم قد عزموا قبل أخذه أن يجعلوه في غيابة الجب، أن يلقوه في الجب، وهم قادرين على هذا، قادرين بعدما أخذوه من أبيه وأخرجوهم قادرين على أن يلقوه، فنفذوا ما أجمعوا عليه وهم قادرين على ذلك، فنفذوا فيه قدرتهم وألقوه في الجب. ثم إن الله في هذه الحالة لطف بيوسف عليه الصلاة والسلام فأوحى إليه بأنك سوف تخبرهم بهذا الذي فعلوه لك، كما قال الله عز وجل كما في آخر السورة لما قال لهم يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا له وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هنا قال لهم يوسف قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، على وجه ماذا؟ المعاتبة. فأوحى الله عز وجل إليه وهو في هذه الحالة الشديدة وهو صغير، وألقي في البئر، ومن أين؟ من إخوته، ما أحد يعلم من أقربائه وممن يعرفه لكي ينقذه، إنما حصل هذا الأمر من إخوته. فأوحى الله إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهذا فيه أن الله عز وجل سوف ينجيه من هذه الحالة، فيه بشارة ليوسف عليه الصلاة والسلام لكي لا يحزن ولكي يستبشر بأنه سوف ينجو من هذه الحالة الحرجة. قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون ليكون إتيانهم متأخرا عن عادتهم وبكائهم دليلا لهم وقرينة على صدقهم، أي تأخروا في المجيء إلى البيت وإلى المنزل. جاءوا أباهم عشاء على غير العادة، هم يأتوا قبل العشاء، عادة ما يأتون قبل غروب الشمس، من يذهب للصيد يأتي قبل غروب الشمس يرجع إلى منزله. في الزمن يعني القديم ما في كهرباء ولا يرجعون في ضوء النهار، ففي هذا اليوم تأخروا لأجل أن يكون دليلا لهم وقرينة على صدق ما سيقولونه. فعندما يرى يعقوب عليه الصلاة والسلام أنهم تأخروا سوف يقول هذا سبب تأخرهم أن في معهم شيء، حصل لهم شيء، وأن هذه ليس من المكيدة، مع أن يعقوب ما صدقهم كما سيأتي معنا. وزيد فوق ذلك، فوق القرينة عن تأخرهم، أنهم جاءوا يبكون متأسفون بأن يوسف أكله الذئب، وإلا إذا لم يبكوا فالقرينة واضحة أنهم مكيدة منهم، ومع ذلك لم يصدقهم يعقوب. قال فقالوا معتذرين بعذر كاذب يا أبانا إنا ذهبنا نستبق إما على الأقدام أو بالرمي والنضال وتركنا يوسف عند متاعنا توفيرا له وراحة فأكله الذئب في حال غيبتنا عنه واستباقنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي تعذرنا بهذا العذر، والظاهر أنك لا تصدقنا لما في قلبك من الحزن على يوسف والرقة الشديدة عليه، ولكن عدم تصديقك إيانا لا يمنعنا أن نعتذر بالعذر الحقيقي، وكل هذا تأكيد لعذرهم. جاءوا بأعذار وأكدوا هذه الأعذار. ما هو العذر؟ إنا ذهبنا نتسابق إما على الأقدام وإما برمي السهام، وتركنا يوسف، أبقينا يوسف عند متاعنا، عند الأكل، الطعام، شراب، وربما الملابس، أبقيناه هناك راحة له، لأنه لا يستطيع أن يجري معنا، صغير، وإذا جرى معنا سوف يتعب، من أجل راحته أبقيناه عند متاعنا، عند
متاعنا. فبينما نحن نستبق ويوسف عند المتاع، جاء الذئب فأكل يوسف. هذا على حد زعمهم وعلى حد قولهم. وما أنت، قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق، بمؤمن أي بمصدق لنا بهذا العذر الذي اعتذرنا به، ولو كنا صادقين لن تصدقنا، لما في قلبك من الشفقة على يوسف ومن الحب العظيم ليوسف عليه الصلاة والسلام، ونحن ما نبالي أنك لن تقبل ولن تصدق لنا، نحن سنعتذر بالعذر الحقيقي. وهم كاذبون في ذلك، وهم كاذبون، ومع ذلك يعقوب لم يصدقهم. وسيأتي القرينة التي بسببها لم يصدقهم يعقوب عليه الصلاة والسلام. قال ومما أكدوا به قولهم أنهم جاءوا على قميصه بدم كذب، زعموا أنه دم يوسف حين أكله الذئب، فلم يصدقهم أبوهم بذلك، وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت لكم أنفسكم أمرا قبيحا في التفريق بيني وبينه، لأنه رأى من القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف التي قصها عليه ما دله على ما قال. وأكدوا قولهم أن يوسف أكله الذئب، أنهم جاءوا بثوب يوسف عليه الصلاة والسلام وفيه دم. ذكر بعض التفسير أنهم ذبحوا أرنبا أو شيء مما صادوه فجعلوا الدم يأتي فوق قميصه، فجاءوا بالقميص وفيه دم لأجل أن يؤكدوا لأبيهم أن يوسف أكله الذئب، وقالوا هذا دم يوسف، فلم يصدقهم أبوهم بذلك، وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي أنفسكم سولت لكم بأن تفرقوا بيني وبين يوسف، بأن تفرقوا بيني وبين يوسف، لأنه رأى، ذكر بعض التفسير أنه رأى من القرائن أن القميص جاءوا به وفيه دم، وهو ليس بممزق مقطع. الذئب إذا أكل يوسف، إذا أكل شيء سيكون هنا القميص، من لابس القميص سيأكل، سوف يمزق القميص، صح؟ فجاءوا بالقميص سلم فيه دم فقط ليس بمقطع، فدلت القرينة على أنه لم يأكله الذئب. ذكر بعض التفسير هذا. وأيضا من القرائن ما أخبر يوسف بالرؤيا، يا بني إني رأيت 11 كوكبا والشمس، وأولها أبوه أنه سوف يرتفع شأنه وتعلو منزلته ومكانته حتى يسجدوا له، يعني تعظيم لمكانته عليه الصلاة والسلام، وهي لم تأتي إلى الآن. والرؤيا حق، رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق. ويعقوب لم يعلم أن يوسف سيكون نبي، لكن من هذه الرؤيا قال ويعلمك من تأويل الأحاديث، أن الله عز وجل سوف يعلمه. فهذه القرينة الأولى أن القميص ليس بممزق، والقرينة الثانية وهي الرؤيا التي رآها يوسف لم تجعل يعقوب عليه الصلاة والسلام يصدق بأن يوسف أكله الذئب، وإنما هذا من مكر إخوانه ومن كيد إخوانه ومن تسويل إخوانه. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أي أما أنا أو ليعقوب عليه الصلاة والسلام فوظيفتي سأحرص على القيام بها، وهي أني أصبر على هذه المحنة صبرا جميلا سالما من السخط والتشكي إلى الخلق، وأستعين الله على ذلك لا على حولي وقوتي. فوعد من نفسه هذا الأمر وشكى إلى خالقه في قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أي يعقوب يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله كما في آخر السورة، لأن الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل، لأن النبي إذا وعد وفى. فيعقوب عليه السلام وعد
بأنه سوف يصبر. صبر جميل. ما هو الصبر الجميل؟ الذي ليس فيه تسخط ولا تشكي، ليس فيه تسخط ولا تشكي، لا يشكو لأحد أصابني وأنا قدر على الله علي وأنا هذا تسخط وتشكي، شكي إلى الخلق، يشكو إلى الخلق، فهذا ليس بصبر جميل. الصبر الجميل عدم التسخط والتشكي. وإذا شكا إلى الخالق: يا رب أصابني هم، يا رب أصابني غم، يا رب أصابتني مصيبة، هذا لا ينافي الصبر الجميل، هذا لا ينافي الصبر الجميل. إنما ينافي الصبر الجميل أن تشكو إلى الخلق، أما إلى الخالق فلا. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لا إليكم، لا إليكم. قال: فلأن الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل، ولأن النبي إذا وعد وفى، ويعقوب عليه الصلاة والسلام نبي ووعد بأنه سوف يصبر الصبر الجميل، فوفى بما وعد به، فصبر صبرا جميلا. قال: وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. أي مكث يوسف في الجب ما مكث، الله أعلم كم مكث، وليس يعني هناك فائدة في كم مكث يوسف في الجب، ما في فائدة، ما في فائدة، عرفنا أو لم نعرف ما في فائدة. الذي يكون فيه فائدة هو الذي نعرفه، أما الذي ما في فائدة لماذا نعرفه؟ كما يبحثون في قصة أصحاب الكهف، قصة أصحاب الكهف كم عددهم؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ عددهم 8 9 10، ما الفائدة من هذا؟ لابد أقول هذا الذي يعرف عدد أصحاب الكهف هذا عنده علم. لا، قال الله عز وجل: سيقول 3 رابعهم كلبهم، يقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، يقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا امرأ ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. بعض الأشياء في القرآن ذكرت ولا يعرف معناها، ولا يعرف هل حصلت ولا فائدة، ليس فائدة في ذكر معناها، ليس هناك فائدة في ذكر معناها. مثلا المائدة التي دعا عيسى عليه الصلاة والسلام أن تنزل، نزلت أو ما نزلت، ما الفائدة من ذكرها؟ ما الفائدة إذا عرفنا هل نزلت أو ما نزلت؟ ما الفائدة؟ هذه على قبلنا. الذي ينبغي أن نعرفه الذي فيه فائدة، ما لا فائدة فيه فلا ينبغي أن نبحث عنه، أن ننقب عنه. فهمتم؟ قال: حتى جاءت سيارة، أي قافلة، ليس سيارة موتور، موبيلي ما في الزمن القديم. جاءت سيارة أي قافلة يسيرون. قال: أي قافلة تريد مصر، فأرسلوا واردهم أي فرطهم ومقدمهم الذي يعس لهم المياه ويسبرها ويستعد لهم بتهيئة الحياض ونحو ذلك. فأرسل هناك القافلة عندما تمشي في هناك أحد يقدم هذه القافلة، لأنهم بعد كل فترة وفترة يقفون، فقبل أن يقفوا في هذا المكان هؤلاء يعلمون أنهم سيقفون في هذا المكان، فهمت؟ فقبل أن يقفوا لابد أن يقدمهم أحد ينظر هل هنا موجود ماء، وكيف هذا المكان صالح للجلوس، هل هو آمن أو فيه خوف. هذا الوارد يسموه. فأرسلوا واردهم من يذهب يتعسس لهم الماء. فلما وجدوا هذا الوارد ذهب بعد أن وجد قبلهم الماء، فجاءت القافلة فمكثت، فذهب يأتي بالماء لأجل يستعد لهم، يجعل الماء في أماكن لأجل أن تشرب الإبل، وأجل أن يشربوا هم، ولأجل إذا كانوا سيتأخرون أن يصنعوا الطعام
بالماء فأدلى دلوه، ألقى الدلو لأجل أن يخرج الماء، فلما ألقى الدلو قال فأدلى ذلك الوارد دلوه فتعلق فيه يوسف عليه السلام وخرج، فقال يا بشرى هذا غلام، أي استبشر، وقال غلام نفيس وأسروه بضاعة، أي هذا الوارد أدلى الدلو إلى الجب كي يخرج الماء، فلما نزل الدلو يوسف تعلق بالدلو، فلما رفعه ذلك الوارد رأى يوسف فاستبشر، قال هذا غلام نفيس سوف نبيعه. قال استبشر وقال هذا غلام نفيس وأسروه بضاعة، وكان إخوته يوسف كما سيأتي معنا إخوة يوسف قريبا منه، فاشتراه السيارة منهم بثمن بخس أي قليل جدا، فسره بقوله دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، لأنه لم يكن قصد إلا تقييبه وإبعاده عن أبيه، ولم يكن لهم قصد في أخذ ثمنه. والمعنى في هذا أن السيارة لما وجدوه عزموا أن يسروا أمره ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم، حتى جاءهم إخوته فزعموا أنه عبد آبق منهم، فاشتروه منهم بذلك الثمن واستوثقوا منهم فيه لئلا يهرب، والله أعلم. لما ألقى إخوة يوسف في الجب ورجعوا إلى أبيهم، رجعوا إلى في اليوم الثاني إلى الجب، ينظروا من بعيد من يأتي ويأخذ، هكذا ذكر أهل التفسير وكما ذكر علامة السعدي. فلما جاء الوارد فأخرجه استبشر وقال هذا غلام نفيس سوف نبيعه، وأرادوا أن يجعلوه في بضاعتهم يخفوه ما أحد يعلم، لكن إخوة يوسف رأوا أنهم كانوا قريبين منه، جاءوا إليهم وقالوا هذا عبد آبق، هارب، آبق بمعنى هارب، هذا عبد لنا، ما قالوا أخونا، قالوا عبد آبق أي هارب، هرب منا فاشتروه منا وباعوه بثمن قليل. ليس القصد إخوة يوسف أنهم يأخذوا الثمن، لا، إنما القصد أن يبعدوه، أن يبيعوه لأجل أن يبعدوه فيذهبوا به إلى مصر، هذه القافلة ذهب إلى مصر، أن يبعدوه منهم، فشروه بثمن بخس أي قليل، فسر الله عز وجل ثمن بخس دراهم معدودة، شيء قليل ليس مقابل العبد، مثل هذا العبد باع بأكثر، لكن هم أرادوا تبعيده فقط. وقالوا لهم لهؤلاء لأصحاب القافلة انتبهوا لا يهرب منكم، قال واستوثقوا منهم فيه، قالوا انتبهوا امسكوه جيدا لكي لا يهرب منكم، هو مسألة صغير لكنهم خافوا أن يتركوه ويرجع إلى أبيه، قالوا انتبهوا لا يهرب منكم، استوثقوا منهم فيه لئلا يهرب، فأخذوه وباعوه كما سيأتي معنا لعزيز مصر. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.